ولكن يبدو حتى بالنتائج الأخيرة للفريق الوطني سيتراجع. هناك ترتيب أيضا نختم به في النقاش، يعني ما يؤثر على الناس، ما يؤثر على جيوب الجزائريين. صحيفة الخبر تقول أن أجور الجزائريين الأضعف بين الدول العربية، دعنا نضع جانبا دول الخليج، يعني حتى أجور الجزائريين أضعف، البلد الغني أضعف من الجارة تونس والمغرب. هل يعقل هذا الكلام؟ والله خويا جمال اسمح لي، والله لم اسمع مليح. طيب في تقرير صحيفة الخبر تقول، وهنا كمان ربما مقارنات بسيطة خاصة ربما بمهن معينة، تعليم مثلا، الأجور الجزائريين أضعف من الجارة تونس والمغرب. الجزائر بلد غني وأجور ضعيفة، وأن تكلفة المعيشة أعلى بالنسبة للجزائري، للموظف الجزائري. شيء انا اعطيك شيء اخر محير. عندنا يعني ديزيتيديا ناس راحوا للخارج الى فرنسا بامكانيات خاصه. طلاب الدوله الجزائريه تسمح بتحويل مبلغ 9000 دينار جزائري، يعني ما يقارب 80 اورو شهريا، في حين يعني وزير يذهب الى الخارج، المهام، تكلفه المهام تقريبا 5000 اورو. شوف هذاك الفرق ما بين 80 اورو و 5000 اورو، يعني الوزير اللي يذهب لفريق ميسيون لما يذهب الى الخارج. الطالب الجزائري اللي يذهب للخارج للدراسه يسمح له بتحويل 80 اورو. السائح الجزائري لما يروح مره في السنه فقط 130 تقريبا، ما يقارب 130 اورو، مقارنه بتونس اللي ما عندهاش نفط 2600، مقارنه بالمغرب اللي ما عندهمش نفط كذلك. وبالتالي المستوى المعيشي، انا ذهبت الى المغرب، كان لقاء مع ترانسبارونسي وشفنا في مراكش المستوى المعيشي المغاربه، يعني لي زانفراستركتور سواء الرياضيه او الاخرى في المغرب. اصبحنا لما ذهبت الى المغرب اصبحت ارى ان المغرب هو اللي عنده البترول ومش الجزائر. لما نتجول في الجزائر والطرقات واحوال حاله الطريق والبنايات وكلش، نتساءل اين ذهبت هذه الفلوس اللي يقولوا 750 او 800 مليار في 15 سنه. شكرا.